مساء الخير. مساء النور. دكتور أحمد، بخبرة حضرتك في الاتش ار بنسمع كتير عن الدور الرئيسي لوظيفة الاتش ار داخل الشركات، وكتير في لغط عند كل الشركات أو عند معظم الشركات المصرية على الاستراتيجيك رول اوف اتش ار. هل احنا فعلا استراتيجيك بلاير ولا مجرد وظيفة خدمية لخدمة باقي الإدارات داخل الشركة؟ أهلا، مساء الخير وشكرا على الاستضافة الجميلة، وسؤال مهم جدا جدا وفيري كريتيكال ومحتاجين فعلا نهايلايت عليه. بداية إجابة السؤال بتاعتك هاخده من ترمينولوجي بيستخدم في كل الفانكشن أو في كل الاندستري، بيستخدم غلط. هو اسمه supporting function اللي جزء منها ال HR. فليتس جو الأول define ونعرف الديفينيشن بتاع supporting function. لو فهمنا يعني ايه supporting function هنروح منها لدور ال HR، وكذلك ده هيرفلكت على باقي الفانكشنز تانية غير ال HR. فلو فهمنا ان supporting function from perspective انها business partnership، فبالتالي التصور هيختلف خالص. فال HR in particular هي عبارة عن business partnership function back to back مع كل ال stakeholder whatever هم في اي function تانية. لازم يكون فيها جزء اوبريشن ولازم يكون فيها جزء استراتيجيك. اللي حاصل حاليا على الارض للاسف الشديد، ومش بتكلم على اندستري بعينها، ده موجود في كل الاندستري، ومش بتكلم على مصر، ده موجود everywhere الا في بعض الحتت التانية اللي استوعبت الجزء ده وهي سبقت فيه. ان الجزء بيبقى حوالي 95% اوبريشن و5% استراتيجيك. ده لو موجود بيغرق الاتش ار في الديلي اوبريشن وينسى الجزء الاستراتيجيك. وكلمة اوبريشن دي كلمة برضو منمقة إلى حد ما، لأن هي برضو لا ترقى أحيانا إلى، يعني نقول 95% اوبريشن. ال 95% دي منها 95% تاسك مش المفروض إنها تكون هي اللي بتاخد وقت وبتاخد effort من ال HR تيم علشان تبي ديليفر. صحيح، لأن في كتير من الشركات بنشوف إن أصلا التاسكس اللي تحت مسمى الاتش ار مش ريليتد بالفانكشن. لذلك كان الحل اللي كان ظهر في بعض الأماكن أو في بعض الريجون بره مصر، ألا وهي إنها تو اوت سورس بعض هذه الاوبريشنز الفانكشن اللي تندرج تحت كلمه اوبريشن فور ثيرد بارتي. فبالتالي فعلا تاكدنا وعرفنا انها مش محتاجه اتش ار عشان تتم. ده جاست بت اوت سورس للثيرد بارتي بيعملها بشكل مور ذان اكسلنت. الاتش ار بيبقى عنده سبيس اوف تايم وسبيس فور الايفورت انه يقدر يعمل حاجات تانية مور استراتيجيك. باك للتاسكس الموجوده تحت وظيفه الاتش ار، كتير من الجنريشن زي كمان اللي موجودين دلوقتي وبينضموا لوظيفه الاتش ار، اللي منهم كمان ابتدى ياخد ميدل مانجمنت بوزيشن او بزنس بارتنر، ما عندوش علم اصلا ايه هي الوظائف الرئيسيه اللي المفروض تكون تحت ادارته كاتش ار. فالمفروض ان احنا نعرفهم من وجهه نظر حضرتك هي ايه التاسكس اللي تندرج حقيقي تحت اداره الاتش ار، اللي بيها ممكن نفعل الدور الاستراتيجي لوظيفه الاتش ار. طيب خليني اقول لحضرتك، لو بتتكلمي على الجنريشن زي اللي بقوا في ميدل سينيور مانجمنت، فمحتاجين نتكلم بلغه مختلفه. بما انهم بقوا في مانجمنت بوزيشن لازم نتكلم بليفل مختلف معاهم. فهنقول ان النهارده الاتش ار وورلد وايد، وهو مش النهارده قوي يعني، بس مبدئيا من فروم تايم يعني اتحول من مجرد ان هو عباره عن كوست سنتر، لان هو كان دايما بيتعامل ان هو كوست سنتر في اي مكان. فانكشن او ديبارتمنت او ديفيجن بيستهلك فلوس، بيكونسيوم فلوس، مش بيجنريت بروفيت. ده كان الكونسبت القديم. لا، النهارده الموضوع تحول ان هو فروم كوست سنتر تو او انتو بروفيت سنتر. ولسه بعض السي اي اوز بيتعامل مع الاتش ار فانكشن على انها وظيفه فعلا هي كوست سنتر مش بروفيت سنتر. ما ده دور الاتش ار. الاتش ار هو اللي بيوضح، وهو اللي بيرسم، وهو اللي بيقدم الفانكشن بتاعته. هو للاسف الشديد انت داخله في وضع ديفنسيف خلاص. هو في كونسبت اتاخد ان اتش ار مور ذان بيرسونال دي تو دي تاسك. فالنهارده انت محتاجه تحاربي عشان تقولي لا، ده في استراتيجيك رول بيأثر في الاستراتيجيك دايركشن لكل الكوربريت. الكلام ده مش بالكلام، مش هتقعدي تقولي ان انا مهمه وان انا ليا دور. ما بيحصلش كده. اللي بيحصل ببساطه شديده ان انت النهارده لو استوعبتي انك تحولي الاتش ار فانكشن من كوست سنتر
لبروفيت سنتر، فبالبدايه انت كده دخلتي على اللين الصحيح عشان تبداي اول الطريق. وده ازاي بقى بنعمله؟ ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها الفاليو كرييشن. نعمل فاليو كرييشن يعني كل حاجه احنا بنشتغل فيها، ده بقى سؤال حضرتك اللي بتتكلمي فيه، اللي هو الديفرنت ديبارتمنت او فانكشن اتش ار. الفاليو كرييشن اللي هي ايه؟ اللي هو النهارده نتحول من المسميات اللي خلاص بقت كومن ومعروفه. فكنا بنقول ده في فايل اسمه فايل البيرول، بيمسكوا بيرول سبيشالست، بيرول سوبرفايزر، بيرول تيم ليدر، وات ايفر التايتل، بس في فايل في الاتش ار اسمه البيرول. ده سؤال حضرتك ايه الفايلات اللي تحت الاتش ار بزنس بارتنر؟ لا النهارده عشان اعمل فاليو كرييشن فنو مور بيرول بيبقى اسمها كوماند بين كومبنسيشن اند بنفيت. النهارده كان في فايل اسمه الريكروتمنت، الفايل ده تحول بالانيبلر اللي على السهم اللي اسمه value creation، هيتحول الى from recruitment الى talent management، اللي احنا بنقولها غلط talent acquisition. الكلمة الدارجة it's not talent acquisition، talent management. دي حاجة ودي حاجة. ان احنا نحول الحاجة التالتة عشان بنشتغل في نفس الفانكشن، نحول الفايل اللي اسمه واحد بيعمل بوليسي واحد بيسيت بروسيديورز عن طريق الفاليو كرييشن انيبلر، تتحول لحاجه اسمها اورجانيزيشنال ديفلوبمنت. فده اللي بيدي فاليو كرييشن. فالنهارده انا بتكلم في كوماند بين، بتكلم في تالنت مانجمنت، بتكلم في او دي او اورجانيزيشنال ديفلوبمنت. ديفينتلي لو احنا اتكلمنا باللغه دي وما يعني يبنى عليها بعد كده من تعريفات وميثودولوجيز صحيحه ومفهومه، اكيد هيتحول النهارده الاتش ار فروم كوست سنتر انتو بروفيت سنتر. وبشكل اندايركت هي ويل ديفينتلي مش بس هيبارتيسيبيت، ده هيشيب وهيكون ستيك هولدر رئيسي في تشكيل الاستراتيجيك دايركشن لكل الكوربريت. يعني افهم من كلام حضرتك والنصيحه اللي انت عايز توجهها لكل الميدل مانجمنت اللي لسه بيبتدوا الميدل مانجمنت بوزيشنز بتاعتهم في الاتش ار، انهم محتاجين يفعلوا طرق التطبيق للكونسبتس الجديده، من ريكروتمنت لتالنت مانجمنت، من انه بيشتغل بوليسيز وبروسيدورز لانه يبقى اورجانيزيشنال ديفلوبمنت سبيشالست، او يبقى متخصص بشكل او باخر في الاورجانيزيشنال ديفلوبمنت. مش بمصطلح، لان احنا دايما عندنا المصطلحات بناخدها وما بننزلش بعد المصطلح لآلية تطبيقه او للثيري نفسها اللي بنى عليها المصطلح هي ايه، وايه السيكونسز والنتائج اللي هتترتب على التغيير من مصطلح لمصطلح. ده يمكن احنا بنفتقر اليه في كتير من المؤسسات المصرية، او زي ما حضرتك قلت يمكن كمان ده موجود على مستوى ريجن مش على مستوى مصر بس. احنا عايزين نفعل آليات التطبيق، مش بس نتكلم على مسميات او expressions بدون ما نتطرق لآلية التطبيق. طيب يعني نقدر نقول من اللي حضرتك قلته ده ان الموضوع كله منحصر في الكابابيليتي بتاعة الاتش ار. he know how to implement الوظيفة، لو هو عنده الآليات اللي بيها يقدر يفعل المصطلحات دي أو يقدر يأثر في أداء الوظيفة في شغله داخل المؤسسة اللي هو بينضم ليها، ساعتها هيكون الدور more strategic. اجري مع حضرتك لو اتفقنا على ان الاتش ار should be considered as a science زي اي حاجه. زي ما احنا بندرس طب، زي ما احنا بندرس صيدله، زي ما احنا بندرس هندسه، فالاتش ار ساينس ليه اسبيكتس كتيره، وليه جيت ندخل منها، وليه كونتنت، وليه جيت بنخرج منها. انما المفهوم حاليا انها جاست براكتس، ماتر اوف براكتس. فانا مش محتاج اي ساينس، مش محتاج ابقى عندي ساينس بيزد ايفيدنس للي انا بعمله. مجرد ان انا بشتغل الحكايه دي وبعملها فانا بقيت كويس. فلو تحولنا من الكونسبت ده انها it's not just a practice function, it's a science based function او science based job، بالتاكيد هيروح لحته حضرتك بتقوليها فعلا. الكابابيلتي هتظهر والكابابيلتي هتبقى موجوده، وهيقدر فعلا تغيير كبير في النظره للاتش ار في كل حته. كلام حضرتك اكيد مظبوط، وده هيرجعني لواحد من السيتويشنز في لقاء مع احد الزملاء اللي بيشتغل اوريدي مدير موارد بشريه لاحد الشركات. هو الباك جراوند بتاعته 20 سنه بيرسونال وبيرول، وبيشتغل في الديلي اوبريشنز وشغله كله على الديلي اوبريشن. ففي احد المرات واحنا بنشتغل معاه قال جمله لطيفه جدا، قال انا اتش ار، انا مش بيرسونال مانجر، انا اتش ار. فانا سالته سؤال،
ايه الفرق بين دور حضرتك في الاتش ار بعد ما بقيت اتش ار مانجر والدور اللي حضرتك كنت بتقوم بيه قبل كده؟ قال لي مفيش فرق. واعتقد ده ياكد اللي حضرتك قلته دلوقتي، انه كتير من الكابابيلتيز بتاعه الاتش ار بروفيشنالز هي اللي محتاجين نشتغل عليها قبل ما نشتغل على المسمى. علشان نفعل الدور الاستراتيجي فعلا يبقى لازم الكابابيلتي نفسها تكون مناسبه للدور الاستراتيجي. طبعا كلام حضرتك صحيح، وعايز اقول لك طبعا للاسف احنا عشان اتاخرنا في الامبلمنتيشن وتاخرنا في ان احنا تو ادريس اهميه الكابابيلتي، المسميات اللي احنا بنقول انها مش مهمه دلوقتي لا هي اتغيرت وبقى في مسميات مختلفه كتيره، واحنا لسه واقفين عند المسميات القديمه نتيجه لان الليك اوف كابابيلتي وليك اوف بروبر امبلمنتيشن، فاحنا لسه واقفين في نفس النقطه. بينما النهارده ما بقاش في حاجه اسمها اتش ار، من بدري بقى اسمها هيومن كابيتال مانجمنت، مفيش هيومن ريسورس وكمان مانجمنت. دلوقتي بقى اسمها people management concept. فما بقاش management. الإدارة مهتمة أكتر، بقينا بالإدارة الموارد البشرية قد ما هي مهتمة بإدارة people and culture. احنا الثقافة التنظيمية والفاليوز، وده أكيد موضوع يستحق إن احنا نتكلم عنه بشكل مفصل مع حضرتك، بس المفهوم نفسه كمان اتغير. كلام حضرتك أكيد سليم. صحيح صحيح. أوكي. اعتقد محتاجين ندي نصيحة لكل الناس اللي عايزة تشتغل في الكارير از ان اتش ار وتستارت الكارير بتاعها از ان اتش ار، وبالذات من جين زي اللي احنا اكيد كلامنا رايح ليهم بالدرجة الاولى. لو عايزين يبتدوا الطريق بتاعهم صح، بخبرة حضرتك الأكتر من 25 سنة في المجال، تقدر تديهم نصيحة ازاي يبتدوا الكارير بتاعهم از ان اتش ار ويكون ليهم دور وإمباكت حقيقي على البيزنس للشركات اللي هم موجودين فيها من داي 1؟ طيب يعني بداية في أي فانكشن هيشتغلوا فيها أو أي اندستري هيشتغلوا فيها في حتة الهيومن ريسورسز، لازم يشتغلوا إنه يكون في عندهم ما يسمى بالبيزنس أكيومن. لو هو عاوز يشتغل اتش ار بالترند اللي احنا بنتكلم بيه، لازم تو ديفلوب وتورك على ما يسمى بالبيزنس أكيومن، ألا وهو أي حاجة هتنمي البيزنس كابابيلتي، البيزنس اناليتيك كابابيلتي عنده هتفرق جدا معاه. وده الجيت اللي انا بشوفها. في ناس متوقعه ان انا اول ما ارد عليك اقول لك الدراسه، اول حاجه انه يدرس ام بي اي ويدرس ام بي وبي اتش دي. لا لا لا، مش ده. انا مختلف مع الحته دي خالص. واتش ار دبلومه من ستارت reputable من place. اماكن معينه بتذكر، لكن اتس نوت ذا ستارت. الناس بتخش كلها بتخش، ده مش المال. بدايه لازم الواحد يفهم ازاي يخلي المايند بتاعه toward business acumen perspective. بمعنى النهارده لو انا قررت ان انا هشتغل في اندستري معينه، وده لازم يكون في سيلكشن على فكره، مش اللي يجي لي وخلاص، بيزد على الباك جراوند، بيزد على الدراسه، بيزد على الانترست، بيزد على البريفرنس. لازم يكون الحاجات دي كلها موجوده. بتخليني اتوجه ان انا اشتغل في اويل اند جاز، او اشتغل في الكوميونيكيشن، او اشتغل في البانكينج، او اشتغل فارماسيوتيكال. ده بيفرق جدا. فدي اول نقطه، اعرف انا هروح انهي اندستري، وبناء عليها حته البيزنس اكيومن ان انا لازم ابتدي اعرف وادرس كويس جدا هي ايه الترمينولوجيز اند ميثودولوجيز اند الباث واي بتاعه الاندستري دي. ده لو عايز يبقى فعلا اتش ار ناجح. هنا هنجاوب لهم على السؤال اللي دايما بنسمعه كتير وفي أي حديث من أي حد من الناس اللي حابة تنضم للمجال. It's about to be certified or to be qualified. فمن وجهة نظر حضرتك البداية الصح إنه يستارت الأول بوظيفة في مكان يعلمه ويديله البيزكس، ويبتدي يحط الأساس بتاعه في الكارير هيكون أكتر into what function. هيبقى ميتنج كمان الكابابيلتي بتاعته والسكيلز اللي موجودة عنده، سواء كانت الانتربيرسونال سكيلز بتاعته هتمت مع أنهي وظيفة، أو هيبتدي يوجه قدراته لأي فانكشن هو حابب انه يشتغل إليها ويطور الكارير بتاعه فيها بالدراسة بعد كده. والدليل على كلام حضرتك النهارده ان لو انت هتاخدي حاجه recognized global credential في اي certificate في اي حته، شرط رئيسي فيها واساسي ان يكون at least في working experience من 2 to 3 years work experience, solid work experience. If you didn't submit في ال inclusion criteria بتاعتك ان انت اشتغلتي من 2 to 3 years ب evidence على project وفي المجال اللي انت جايه تاخدي فيه الشهاده، they will not accept you اصلا. فده الصح ان انا في البدايه اخد hand on experience، اشتغل، اعرف كل حاجه عن
وبعد كده ابتدي اروح لمرحله الدراسه، علشان هنا الدراسه فيها افرع كتير وفيها بيلرز كتير، هروح انهي حته وانهي دايركشن. مفيش حد بيدرس كل حاجه، ده حقيقي. مفيش واحد بيخش كليه الطب بيعمل دكتوراه في الطب، لازم بيختار حاجه معينه بيشتغل على برانش معين. فكذلك برضو انا بايدنتيفاي ده بعد ما اجرب السنتين الثلاثه دول، واعرف انا فعلا شايف ان انا اروح ناحيه الاو دي، انا اروح ناحيه الكوماند بين، انا اروح ناحيه وات ايفر ايه اللي هنتكلم فيه، بس انا حاسس ان انا في الحته دي اتس ويل جو ماي اكسلنس اريا او اريا اوف اكسلنس. فالكلام ده مهم جدا جدا اللي حضرتك بتقوليه. فلذلك ارجع للسؤال بتاع سيادتك، بتنصح بايه؟ دي اول نصيحه، ان احنا نشتغل الاول، مش نروح نعمل شهاده الاول. الحاجه التانية اللي بنتكلم فيها اللي هي have to looking for و have to look for a mentor. دور المنتور في كل الفانكشن، مش الاتش ار بس، مهم جدا جدا جدا. كوتش منتور مش لازم يكون بليفل المنتور، انما لابد ان هو يكون في حد عنده اكسبيرينس، ويكون مش بايز، مهم جدا، مش يكون حد يعني هيجاملني او حد هيساعدني لاي غرض تاني. انا بتكلم في منتور. ازاي يختار المنتور دكتور احمد للشباب الصغيرين؟ كتير بيسمعوا مننا دايما كلمة انه في دور مهم جدا للمنتور في تكوين الكارير باث بتاعي وفي اختياراتي في الشغل وفي الديفلوبمنت بلان اللي انا بعملها لنفسي على الارض، بس ما عندهمش الوعي ولا القدرة على الآلية اللي بيها يختاروا منتور بشكل سليم. خليني اقول لحضرتك، احنا ما عندناش رفاهيه الانديفيدوال منتور، دي مش موجوده، ومش في الليفل بتاع الانتري ليفل ده. اكيد حضرتك عارفه النقطه دي. أكيد. فبالتالي I cannot choose او select individual mentor one to one، لان ده مش موجود ومش واقعي. ده في ليفل اعلى، في السي سوت ليفلز يعني. طيب احنا نعمل ايه النهارده في شخصيات عامه موجوده everywhere، في كل السوشيال ميديا بلاتفورمز كلها موجوده النهارده. حضرتك موجوده، جميع انواع الجودز والبضاعه. اسمع او اسمعي 1 و2 و3 و10 لحد ما توصلي لحد انت شايفه ان كلامه فيه كونسيستنسي، مهم جدا ده، وفي بيتكلم بطريقه لوجيك وبتفهمي منه، مش اكتر من كده. مش لازم يكون اسم كبير، مش لازم يكون حد امريكان، مش لازم يكون حد عربي، مش لازم يكون حد اشهر اسم في الدنيا، وات ايفر. اي حد انت بتسمعه او انت بتسمعيه عندك الثلاث حاجات دول منه، في كونسيستنسي في المسج بتاعته، قادره فعلا تستفيدي منه، وفي كلاريتي، خلاص جو اهيد واعتبر ده المنتور بتاعك واسمعي منه، حتى لو هو ما بيعرفكيش، حتى لو مفيش تواصل مباشر. ده اختيار المنتور في الحته دي. الحاجه الثالثه والاخيره بعد سؤال حضرتك، بعد ما احنا نشتغل 2-3 بعد ما احنا looking for mentor، هنا بقى يبقى الانسان اصبح مؤهل لاختيار الاستادي اللي تناسبه. ودي برضو هنقول فيها حاجة سريعة، الناس برضو بتجري على طول للماجستير، على طول MBA. فأنا باجي النهاردة واحد عنده 25 سنة وعامل MBA، يتخرج من الكلية عنده 23 سنة وقعد 2 سنين. ده مش منطقي ومش موجود في حتة في الدنيا. وللأسف حتى الحاجات اللي بيدرسوها في الMBA نتيجة عدم تعرضهم لتجارب حياتية داخل الشركات، هو أصلا ما بيبقاش فاهم اللي هو درسه، بيبقى واخده بشكل more into theoretical basis أو بالإطار النظري مش بالإطار التطبيقي. والهدف أصلا من دراسة أي دراسة تطبيقية زي الMBA أو الDBA إنها تكون دراسة تطبيقية على واقع عملي. مش هيستفيد وهينساها. ده حقيقي. فلذلك هي لازم تيجي في ستيج نمبر 3 مش ستيج نمبر 1. أكيد. فهو لو عمل السؤال حضرتك دول ال3 ستيبس بنفس الترتيب ده، اكيد مع الكريتيريا اللي قلناها في نمبر 1 في الكواليفيكيشن، نمبر 2 في هاو تو سيلكت المنتور، في نمبر 3 هاو تو سيلكت الفيلد اوف ستادي، بالتاكيد يو ار جوينج تبقى ان شاء الله باذن الله عندك تو بيلد الكابابيلتي بتاعتك بشكل صحيح وبشكل قوي جدا، على فاونديشن قويه جدا تؤهلك بعد كده ان انت تموف بنفس الطريقه اللي قلناها فروم HR to human capital expert او to people and culture expert. هايل. أنا يعني مبسوطة جدا بالتوك بتاعتنا النهاردة، وأكيد كمان كل جنريشن زي اللي بيسمعونا هيستفيدوا بالكلام اللي حضرتك قلته. شكرا جدا وسعيد باللقاء وميرسي على الاستضافة. شكرا.